السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الجمال النهارده عدّى الكلام في وصفتنا النهارده انبهار، بجد أنا كنت منبهرة وأنا باطبخها، سامحوني بقى هاتكلم كتير وهادّيها حقها. الجمال عدّى الكلام بجد، حاجة كده تتلهط تتشافت كده. عملت إيه النهارده؟ بُصّوا جوّه الفرن بتتكلم لوحدها، شايفين بتبكبك وبتغني وبتناجي حاجة كده فاخر من الآخر. أنا عملت اللازانيا بطريقة سهلة وجميلة، عملتها بالجبن جبنة شيدر وجبنة موتزاريلا وجبنة رومي، ميكس جبن كده مع القشطة أو الكريمة اللباني، كان مدّي طعم رهيب مع صوص اللي كان في اللحمة، الصوص الأحمر ده حاجة تحفة جدًا. بُصّوا الطبقات بتاعتها، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، تتلهط لهط كده، تتشفط ما شاء الله. يالّا بينا نسمّي الله ونصلّي على سيدنا محمد ونشوف إحنا عملنا الجمال ده كلّه إزاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا عملت باكيت من المَلِكة، باكيت من المَلِكة. تخيّلوا إن أنا جِبت الباكيت ده كلّه اللي عمل الصينية الكبيرة الرهيبة دي ب15 جنيه، والله العظيم أنا مش مصدّقة، ب15 جنيه. في الأول أهم حاجة إن أنتِ لو أنا ما سلقتهاش، لو سلقتيها هتسلقيها واحدة، واحدة، لو سلقتيها كلّها على بعضها هتتعجن منِّك وهتبقى وحشة جدًا. ما تخيّلتش إن الباكيت يطلّع الكمية الكبيرة دي وب15 جنيه ويعمل الصينية الرهيبة دي الواو أوي دي. بُصّوا بقى أنا معلش أنا باصوّر بإيد وماسكة الكاميرا بإيد. بُصّوا الباكيت فيه قد إيه. طيب أنا هادّي برضه المكرونة دي حقّها بس في الآخر علشان ما أطوّلش عليكم ونعمل وصفتنا الجبارة. مقاديرنا في وصفتنا النهارده لبن، قشطة ممكن تستغني عنها، و مرقة شوربة يعني، وأهم حاجة إن الصوص بتاع البشاميل يبقى كتير علشان أنا ما سلقتش المكرونة وهتستوي جوّه الصوص بتاعها. تمام؟ نقول تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بُصّوا الطبقات بتاعتها حاجة رهيبة. يالّا نجيب طنجرة على النار أو حلة ونحط فيها الزبدة بتاعتنا أو السمنة أو المادة الدهنية مع البصل هتحمر بقى هتصفر يعني، وبعد كده هانزل عليها باللحمة عصاجة عادي، عايزة تحطي جزر، عايزة تحطي طماطم، عايزة تحطي فلفل، عايزة براحتك. أنا كترت بصوا الطماطم قد إيه علشان أنا عايزاها برضو مميمية علشان تستوي في الحاجات الصوصات اللي هي جواها. جبت بقى البشاميل بتاعنا، كل معلقة من المادة الدهنية ليها معلقة كبيرة هرمية دقيق، ونزلت باللبن والشوربة بتاعتي علشان أنا حبيت إنه يكون بشاميل آه بشاميل خفيف علشان يسويلي المكرونة. وممكن تنزلي بقى بجبنة نستون أو بتاع ده قشطة أو كريمة لباني براحتك خالص. حطيت طبقة حلوة من تحت من البشاميل وحطيت بعدها المكرونة وحطيت اللحمة بالصوص بتاعها، ممكن تعملي كذا طبقة، أنا عملت كذا طبقة براحتك خالص حسب الكمية اللحمة اللي عندِك وحسب كمية المكرونة، عملت صينية كبيرة جدًا، وحطيت كمان من الجبنة الشيدر مع الجبنة الرومي مع الجبنة الموتزاريلا علشان تدّي المَطّة، حابة تستغني عنهم وتحطي جبنة نستون بس حطي، مش حابة ما تحطيش، حابة تحطي شيتوس حطي، براحتك خالص، حاجة ترجع لِك والأكلة بتاعتِك. أنا اديتِك مجرد فكرة بس بصراحة وموفّرة وحلوة وهتشبّع أولادِك وحاجة جديدة على سفرتنا، بس حذاري إن أنتِ تسلقيها كلّها مع بعضها، هتقفش وهتتعجن في بعض. بصوا الجمال، بصوا بقى كل واحدة بوحدتها إزاي، ولا واحدة متكسرة ولا واحدة. أنا بجد مبهورة إن دي حاجة ب15 جنيه.
يالّا ربنا يعيننا إن شاء الله هنعمل وصفات توفير كتير أوي في رمضان، علشان طبعًا أولادنا هيحتاجوا أكل كتير والأولاد ما لهمش ذنب، الأولاد فعلًا ما لهمش ذنب. حابة تعمليها بشوربة بس من غير لبن، اللبن غالي عليكِ بلاش، يعني أنتِ بقى حابة تعمليها بلبن بودر يكون عندِك لبن بودر حُطّي، بُصّي أنتِ بقى الوصفة بتاعتِك أنا اديتِك material كويسة إن دي حاجة ب15 جنيه وعملت لي صينية كبيرة، وأنتِ بقى تشقلبي في الوصفة، أهم حاجة ما تسلقيهاش، لو هتسلقيها هتسلقي كل واحدة لوحدها، وتفرديها ما تحطيهمش على بعض، علشان ما يلزقوش على بعض. بُصّوا بقى يالّا بُصّوا الجمال، هاعيد لكم الجمال تاني، هاعيد لكم الجمال اللي عدّى الكلام بجد، تمام؟ آآ أنا عملت كذا مرّة، يعني من حلاوتها أنا عملت كذا مرّة، أنا جِبت 2 باكيت عملتهم على مرّتين، زوّدت صوص، زوّدت بشاميل، اللي عملته بالجبنة الرومي واللي عملته بالشيدر واللي عملته بميكس الجبن، طوّلت عليكم بس الوصفة تستاهل، بجد، بجد الوصفة تستاهل. لا مكرونة مش عارفة ب30، 40، 50 جنيه ولا مش عارفة إيه، مصري وحلوة وما فيهاش أي افتكاسة، أهم حاجة تزوّدي الصوص وبس على كده واسيبكم بقى مع الوصفة، وافتكروني بلايك وشير ودعوة حلوة وباي باي والسلام عليكم. حتى وأنا باتفرّج باستمتع بجد، وأنا باتفرّج باستمتع، يعني أنا أكلتها واستمتعت بيها وولادي استمتعوا وكل حاجة وأنا باتفرّج معاكم استمتعت برضه، والسلام عليكم. هارجع لكم تاني علشان من حلاوة الوصفة جذبتني معاكم، ونسيت أقول لكم على التوابل اللي استخدمتها في الوصفة، ورق لوري، حبهان، فلفل أسود، كبابة صيني، مرقة دجاج، ملح بسيط جدًا، لو أنتم طبعًا الجبنة الرومي فيها ملح، والجبن فيها ملح طبعًا، فقللت الملح جدًا، جدًا. حطيت منها التوابل والملح في العصّاب، وحطيت طبعًا في البشاميل علشان يدّي لها نكهة، حابة تقللي من الجبن براحتك خالص وباي باي.